اهلا بيكم. النهارده هنعمل طاجن المكرونه على اصوله، احسن بكتير من اللي بنجيبه من بره. وتحدي، فعلا تحدي. شايفين ما شاء الله، طاجن المكرونه حكايه. من هنا وجاي بقى مش هنشتري حاجه من بره تاني لولادنا، وهنعمل كل حاجه في البيت وبابسط المقادير. هنأكل ولادنا اكل صحي واحسن بكتير من اللي بيجيبوه من الشارع. يلا بينا نشوف اتعمل ازاي. اول حاجه هبتدي بالطواجن. هدخلهم الفرن على حرارة متوسطة علشان يسخنوا كويس قوي قبل ما نشتغل. تاني حاجة هنعصج اللحمة معانا بطريقة سهلة وبسيطة. في طاسة على النار هينزل بمعلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هنزل بثلاث بصلات متوسطين كده مفرومين في الكبة، او تبشريهم او تقطعيهم مكعبات. هقلبهم كويس قوي لحد لما يتبلوا، بس انا عايزاهم يوصلوا للدرجة دي. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزلها على البصل بالشكل ده كده، وهبتدي افتح فيها زي ما انتم شايفين لحد لما تستوي معانا. هي كده استوت معانا وبقت زي الفل. هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا او الملح بتاعنا. معايا معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعايا شطه وبابريكا وسبع بهارات وحبه كمون صغيرين وكزبره ناشفه، مش اكتر من كده. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها كده. هي كده تمام. هسيبها بقى على جنب وهبتدي اعمل الصلصه بتاعتنا. هبتدي بالزيت، معلقتين برضو كبار من الزيت او ربع كوبايه صغيره من الزيت. هنزلها في طاسه سخنه على النار. في الوقت ده هيكون معايا البصل، هقطعه جوليان او جوانح زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاه بالشكل ده كده. هقلب فيه بقى كويس قوي علشان انا عايزاه يتكرمل، وعلشان اوصل للكرمله اللي انا عايزاها هبتدي احط نص معلقه صغيره من الملح. الملح هنا بيخرج الميه بتاعه البصل وبيخليه يتكرمل معايا بسرعه. انا عايزه اوصله لدرجه الورد بتاع الكشري او تقليه الكشري او بصل الكشري المتحمر ده. تمام كده، هو وصل معايا كده للدرجه اللي انا عايزاها. شايفين هو غامق شويه لكن الكاميرا مش مبيناه قوي. هبتدي بقى اشيله زي ما انتم شايفين كده على قد ما اقدر. في الوقت ده هكون محضره نص لتر من عصير الطماطم او صلصه الطماطم، كنا حضرناها قبل كده في فيديو لوحدها، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. هنزل بقى بنص لتر من عصير الطماطم على البصل كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقلب كويس قوي وهسيبه يتسبك. هقفل عليه وهسيبه يتسبك، بيكون على نار هاديه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تسبك نص تسبيكه هنزل بنص معلقه من السكر علشان تعادل الحموضه اللي موجوده في الطماطم. هبتدي اقلبه وهسيبه تاني على نار هاديه تكمل سواها زي ما انتم شايفين. بعد شويه هي كده كملت سواها، وهي كده تمام قوي، اتسبكت وبقت زي الفل. هبتدي بقى احط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل، وهبتدي انزل بباقي المكونات اللي هي الكزبره والكمون ومكعب مرق دجاج مفروم. مش عايزه اكتر من كده. هبتدي بقى اقلب باقي المكونات كلها في بعض كده. هدخل البهارات بتاعتنا في الصلصه وهي كده تمام تمام. هنزل بقى بعد كده بلتر من الميه او اكتر من لتر شويه. انا عايزه القوام متوسط، ما يكونش تقيل وما يكونش خفيف. لو خفيف المكرونه بتاعتنا هتعجن، ولو تقيل مش هيسوي المكرونه بشكل مثالي. في الوقت ده هي ابتدت تغلي. قبل ما تغلي اخر غلوه هنزل عليها بالبصل المكرمل بتاعنا. انا فرمته في الكبه وبقى شكله زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله شكله حلو قوي. هبتدي انزل بقى بالبصل كله على الصلصه بتاعتنا قبل ما تغلي او وهي بتغلي كده. شايفين تغلي بقى اخر غلوه وابتدي اشيلها من على النار. هي كده تمام، هي كده مظبوطه قوي. هشيلها بقى من على النار وشوفوا بقى هنعمل ايه بعد كده. معانا الطواجن خرجناها من الفرن، وهنبتدي نحط فيها الزيت او نبطنها بالزيت زي ما انتم شايفين كده عشان الطواجن ما تلزقش معانا. هي سخنه جدا على فكره، فخليكي حذره قوي وانت بتتعاملي معاها. اول حاجه هنزل بطبقه من اللحمه المفرومه، وكميه اللحمه دي ترجع لك. هوزع اللحمه في الطواجن معانا زي ما انت شايفه كده. هبتدي بقى اسويها كويس قوي. لو المعلقه معاكي ما سويتهاش كويس، بمساعده بقى هرسه البطاطس بتاعتنا، وهضغط عليها كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين الهراسه بتوزعها بطريقه حلوه قوي. هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه دي. في الوقت ده هكون محضره معايا المكرونه
المكرونة بتكون نية مش مستوية ولا مسلوقة ولا اي حاجة. هبتدي بقى انزل بالمكرونة كده زي ما انتم شايفين لنص الطاجن بس، ما تزوديش عن نص الطاجن علشان هي كده مش هتاخد وقت معاكي في السوا، لكن لو زودتي هتعجن وهتاخد معاكي وقت. هي كده تمام، الكمية بتاعتها مظبوطة قوي. هنكمل الكمية على كده. في الوقت ده هنزل بالصلصة بتاعتنا. شايفين القوام بتاعها رائع ازاي؟ انا عايزة القوام ده بالظبط. لو بقت اخف من كده يا جماعة صدقوني المكرونة معاكم هتعجن. ومش عايزة كمان الصلصة بتاعتنا تكون زيادة. يدوب هغطي وش المكرونة بس. شايفين المكرونة كمان باينة من الصلصة بتاعتنا. هغطي بس الوش، ما تقلقوش هتستوي وهتبقى زي الفل. هكمل كل الطواجن بنفس الطريقة دي. شايفين انا بخلي الصلصة يدوب تغطي وش المكرونة. هبتدي بقى اغطي المكرونة زي ما انتم شايفين كده، وهيكون الفرن لسه سخن ولسه شغال. هحطها على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص. هي ما اخدتش مني تلت ساعة بالظبط، تلت ساعة 20 دقيقة في الفرن. ما تسهيش عنها خالص علشان ما تعجنش منك في الفرن، لان كده كده الطواجن بتاعتنا سخنة. بعد لما تطلع من الفرن بتكون بالشكل ده كده. انا كل شوية بعمل لها تيست او اختبار كده في الفرن بالشوكة واشوفها يدوب طريت اطلعها. شايفين ما شاء الله طرية وزي الفل. هبتدي بقى اجيب الطواجن بتاعتنا علشان نقلبها ونشوفها من جوه عاملة ازاي. بسكينة كده، بطرف سكينة او بالسباتيولا بتاعتنا هنسلك الجناب بتاعة المكرونة عن الطاجن. هي هتنزل بسهولة ما تقلقيش ان شاء الله، عشان احنا دهنين الطاجن بتاعنا زيت، وكان قبل كده كان خارج من الفرن وسخن، فان شاء الله مش هتلزق فيها المكرونة. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين طلع رائعة بجد ولا غلطة، ما شاء الله. احلى بكتير بكتير من اللي بتيجي من المحلات. ولادك هيفرحوا بيها قوي، الكبير والصغير هيفرحوا بيها قوي. صدقيني مش هتعرفي تجيبيها تاني من المحلات. شايفين كل الطواجن طلعت معايا بالشكل ده، طالعه بكل سهوله وبجد حلوه قوي. بنصحك جدا تعمليها. ما شاء الله طالع معايا ولا غلطه، وان شاء الله هتجربيه وهتدمنيه. حلو قوي. شايفين ما شاء الله من كل الجناب متساوي وشكله حلو قوي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك والشير.